السلام عليكم. عايز اقول كلمتين بس في السريع كده بخصوص راس السنه. راس السنه ده التقويم الميلادي. التقويم الميلادي ده بيعترفوا بيه اخواتنا، وانا مش طالع النهارده اقول يجوز تهنئه او ما يجوزش تهنئه، دي مش بتاعتنا، بتاعت المشايخ والعلماء، هم بلغونا المفروض نتعامل مع الامر ده ازاي. لكن انا طالع اكلم اخواتي في كام حاجه كده في السريع. راس السنه التقويم الميلادي ده التقويم بيعتمدوه من مولد سيدنا عيسى عليه السلام. فاحنا بنؤمن بسيدنا عيسى عليه السلام، بنؤمن بجميع الرسل، بس احنا تقويمنا التقويم الهجري اللي هو احنا النهارده المفروض 8 رجب 1447. تمام، ده المفروض التقويم اللي احنا نعتمده، احنا ما بنعتمدش تقويم تاني. التقويم الميلادي اللي هو هم بيعتمدوا التقويم الميلادي ده من مولد سيدنا عيسى. تمام، النهارده كده 2005، السنه اللي هتبدا 2026 ده من ساعه مولد سيدنا عيسى عليه السلام. تمام، ده التقويم بتاعهم. ما قبل كده يعني حتى في التاريخ بيقول لك ايه، ما قبل الميلاد، ما قبل الميلاد المسيح، فاهم قصدي؟ فاحنا النقطه اللي انا عايز اوصلها، احنا مسلمين، ديننا دين اسلام ودين حق ودين تسامح، مش دين معصيه ولا دين فسق وفجور وخمر والكلام ده كله. في اليوم بتاع راس السنه ده اكتر يوم في على مدار السنه بيتم عصيان ربنا سبحانه وتعالى فيه على كوكب الارض عامه. كل الاديان بتشارك في نفس الفعل الوحش، مع ان محرم برضو في الاديان، وده مش موضوعنا، انا طالع انبه عليه ان انت لازم تفتخر ان انت مسلم. افتخر ان انت مسلم، مالكش دعوه بالتقويم الميلادي، انت ليك التقويم الهجري. تؤمن بكل الرسل، بتؤمن بسيدنا عيسى عليه السلام، تؤمن بسيدنا محمد، بكل الانبياء، لكن انت مالكش دعوه بالتقويم الميلادي، مالكش دعوه براس السنه دي. مش ربنا سبحانه وتعالى محرم في دينك شرب الخمر والمخدرات والكلام ده كله والحريم. اليوم ده صعب جدا جدا جدا، وعايزك بس تسمع في سورة مريم من الآية 88 للآية مثلا 96. اسمع الكام آية دول، هيقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه فيهم، وحسهم وفهمهم، هتدرك انا بقول لك ايه. الموضوع اقسم بالله ما سهل، الموضوع مرعب، ولازم احنا كمسلمين نعتمد ديننا ونمشي على تنبيهات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتبع خطاه ونتبع مسيرته، وملناش دعوة اليوم ده ولا تخرج فيه ولا تشرب فيه ولا تعمل فيه. اليوم ده عادي، يوم زي اي يوم من ايام ربنا سبحانه وتعالى. ما تبتدعش حاجة جديدة، ما تقولش انا في اليوم ده انا مش عارف، ما تبتدعش. خلاص، يوم عادي جدا من ايام ربنا سبحانه وتعالى، صلي فروضك، ما تخرجش. مش شرط الخروج انا هخرج ومش هشرب خمور ومش هشرب، لا برضو ما تخرجش. هو مش عيد، هو يوم عادي. فاتقي الله وحاول تدرك ان قد ايه اليوم ده فيه معصيه وفيه ذنوب، فانت ما تشاركش. ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. بس ومش هقدر اقول اي حاجه تاني. فده اللي انا عايز اوصله، يا رب تكون الرساله وصلت، ما كنتش طولت وبس.